السلام عليكم مشاهدينا الكرام إلى قناة ترند الخليج. منذ البارحة عندما أعلن الديوان الملكي السعودي والتلفزيون السعودي خبر خضوع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أطال الله في عمره لفحوصات روتينية، وهذا من باب الشفافية من الديوان والأسرة الحاكمة للشعب السعودي. تدور أنباء في التويتر أو شائعات مغرضة وتحركها دوائر معينة ومشبوهة دائما، تقول أن الملك سلمان فارق الحياة، وهذا خبر كاذب وزائف كثيرا، لأنه لو كانت الموضوع كما يشاع لما اضطر الديوان الملكي لإخبار الشعب السعودي. وهذا من باب التوضيح ومن باب السياسة الجديدة التي اتخذتها السعودية، وعلى رأسهم الملك سلمان وولي عهده، هو إخبار المواطنين السعوديين بكل شيء، لأنه هو الحاكم، وكذلك هو الشخص الذي يحبه جميع السعوديين، وهذا شيء مفروغ منه. ودائما هناك فئة في تويتر تريد استغلال الموضوع وتقول أشياء زائفة كاذبة على المملكة العربية السعودية، وهي الدولة التي تحارب من الجميع كما نعلم جميعا. الحمد لله الملك سلمان خضع لفحوصات طبية، وهو أي إنسان في هذا وجه الأرض يخضع لفحوصات طبية روتينية، سواء في المستشفى أو سواء في البيت. يعني أطفال صغار، شباب 20 سنة يخضعون لمثل هذه الأشياء، وهو لا حرج فيها، وأشياء عادية. وإن كان مريضا فالله يشفيه، وهو في العمر 88 سنة، ونحن لا نقول أنه شاب في لياقته، فهو ملك، وكذلك العمر لديه حق، وكذلك يخضع لفحوصات طبية. لكن لماذا الكلام الزائد؟ ولماذا كل هذه التغريدات الحاسدة للمملكة العربية السعودية؟ هذا كل شيء. يعني هناك تشتيت للانتباه، حقد على المملكة، على الأسرة الحاكمة من أطراف ودول معينة. عندما ندخل إلى التويتر نلاحظ ماذا يدور. مشاهدينا الكرام، التغطية ما زالت مستمرة من ترند الخليج. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأطال الله في عمر الملك سلمان وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، والذين هم واقفون أولا على الشعب السعودي، وثانيا أو أولا على بيت الله الحرام. وهذه الصفة يعني لوحدها هو تشريف كبير لهم. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.